بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. النهارده بقى هنعمل صينية بطاطس بالفراخ بس بتتبيلة بسيطة وجميلة ان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا لي في القناة وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا ريت يا جماعة المتابعة على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام. ويلا نسمي الله ونبدأ بالوصفة بتاعتنا. هنا معايا حوالي كيلو ونص من البطاطس، وحوالي ربع طماطم، وثلاث بصلات، وقرنين فلفل اخضر. حابه تحطي بقى فلفل اخضر حامي بارد براحتك خالص، انا حطيته حامي. عسل كده البطاطس بشكل وطريقه جميله جدا. هنمسك البطاطس بقى نخرطها. بوريكم السمك بتاعها وسط، ولا هي تخينه قوي ولا رفيعه قوي. اهيت كده. حابه تخرطي على ايدك بقى، على القطاعه، على الخامه، براحتك خالص. انا بوريكم بس التقطيع. هنا خلصت البطاطس اهيت. طبعا باخدها بعد التخريط دهوت، بغسلها وبصفيها من الميه عشان النشا اللي فيها كله يمين. بصلايه بتاعتي هي كبيره شويه، بشقها من النص وبقطعها حلقه زي ما انتوا شايفين كده. بوريكم طريقه التقطيع ازاي عشان اللي مش بيعرف يقطع يقطع. اهو بالشكل دوت كده كلها بالراحه كده. وقطعي، ولو في الراس الصغننه اللي من تحت دي ارميها. والطماطم نفس الكلام برضو، شقيها من النص وقطعيها حلقات زي ما انت شايفه كده. كل دوت هنقلبه ببعضه مع البهارات، هوريكم دلوقتي ازاي. وهتدبل معانا وهتبقى تحفه يا جماعه. والفلفل برضو شقي من النص كده وقطعي. كده بقى اوريكم طريقه التقطيع اهوت. هنقطع كله وارجع لكم. كده قطعت بقى اهي كله زي ما انتوا شايفين بالطريقه اللي انا وريتها لكم. وشطفت البطاطس بتاعتي. معايا بقى البهارات: معلقه من الفلفل الاسود صغيره كده، ربع معلقه من 7 بهارات، نص معلقه من الزعتر، كركم ربع معلقه برضو. البهارات اللي مش بتحبيها استغني عنها. بهارات فراخ نص معلقه، وملحي حوالي نص معلقه برضو من الملح، مش كتير عشان هنحط دلوقتي مكعب مرق الدجاج بيبقى فيه ملح. هوريكم اهو مكعب مرقه الدجاج دلوقتي اهوت. بيديها طعم برضو وتست جميل مع البهارات اللي احنا حطيناها. اذا البهارات دي كلها اللي انت مش حابه فيها استغني عنها، مش مهمه. بس البهارات دي بتديها تست وطعم جميل جدا يا جماعه. وطبعا ليمونه. امسكيها بقى بايدك كده، اعصريها بايدك، اعصريها كده لحد ما تحسيها نزلت عصاره معاكي. هو ده اللي احنا عايزينه. قلبي وعفصي كده. اهي بقت معانا كده بالشكل دوت. كده احنا جهزنا ايه التتبيله بتاعتنا. هنحط بقى ايه نص معلقه من الثوم. ده توم مفروم، ما عندكيش التوم المفروم يبقى 3 4 ايه فصوص توم وخرطيهم. بيديها طعم ونفس جميل جدا. قلبيها كده كلها. اهي بالشكل دوت. قلبي لحد ما تحسي ان التومه شربت من التتبيله كلها. كده جهزت معانا بقى اهي التتبيله. معايا صينيه بقى
هنزل بيها بالبطاطس، وهناخده معلقتين كده كبار من التتبيله دي اللي احنا عاملينها، ونشرب بيها البطاطس. على فكره التتبيله دي مع البطاطس من غير اي لحمه او فراخ او اي حاجه، غطيها بس وحطي كوبايه ميه، بيبقى طعمها تحفه يا جماعه. حتى لو حابه تعمليها قصدي يعني من غير فراخ او اي حاجه. قلبناها كده بالشكل دوت، ومعانا فراخ طبعا غسلينها وهنقعينها في ملح وليمون. نقعتها حوالي نص ساعه كده، وبعد كده شطفتها وسبتها تتصفى. معايا الفرخه بقى كده اهو، ربع الفرخه، شقيه كده متخافيش، ولا هيتهرى منك ولا هيتقطع ولا اي حاجه. ده التتبيله، وهيساعد ان التتبيله تدخل فيه والسوا كمان. عندك بقى الحوايج اللي هي ايه، كبد وقوانص، الزور بتاع الفرخه حاجه حطيها من تحت عشان تستوي معانا. اهو شقيناها برضو بوريكم اهوت. والصدر انا شقاه من الجنب، واديله فتحتين كده، وفتحه كده من عند ايه الجناح، بيساعد ان التتبيله تتشرب والسوا. رصينا كل الفراخ بتاعتنا اهيت. امسكي بقى التتبيله دي بايدك كده، طبعا ايدينا نظيفه ومغسوله، وفوق الوش ومن تحت الجلد. ما تخافيش، ولا هتتحرق منك ولا هيحصل لها اي حاجه. اديها بس كده زي ما انت شايفه كده، اعملي من جوه ومن الجنب ومن الفتحه بتاعت الصدر اللي في الجنب دي اللي انا وريتها لكم كله، ومن تحت الجلد. على فكره الناس اللي مش بتحب البصل متخرط ولا الطماطم متخرطه، ممكن تضربيهم في الكبه فرم ناعم كده، وتعملي برضو اللي انا عملته ده دلوقتي براحتك. دخلي بقى في الفتحات وفي كل حاجه. بصوا العصاره بقى اللي انا ايه عصرت بيها، نازله الصوص دوت تحفه. رصيتيها كده تمام اهيت. حبه ملح كده فوق الوش صغننين خالص، مع حبه فلفل اسود، ولو حابه تحطي زعتر حطي. بالشكل دوت. معلقه السمنه، حابه تحطي زيت حطي، بس انا بحب السمنه. معلقه صغننه كده مش كتير، تديها نفس كده وطعم وتلميعه كده. بس كده جهزت معانا بقى. عندك ورق فويل حطي، ما عندكيش غطا حله بيتدخل في الفرن غطيها وحطيها، بس انا عندي حته ورق فويل، غطيها كده وقفلي عليها كويس، هتساعدك في السوا، وان الخضار بتاعنا اللي احنا حاطينه ده يستوي، ما يبقاش فيه القرشه ويبقى جميل. قفلي بس عليها كويس بالشكل ده. هنحطها بقى في الفرن في الرف اللي من تحت اول نص ساعه من تحت، والنص ساعه التاني هنحطها على الشبكه ونولع عليها الشوي. اول ما تحسي ان هي دخلت في السوا. طب هنعرف ان هي دخلت في السوا ازاي؟ بتلاقي عظمه الفخذ كده اهي زي ما انت شايفه طلعت عن اللحم، وده شكلها بعد ما طلعت اهي. دخلت معايا في الفرن ساعه بالظبط. بص لونها ولا طعمها تحفه. ومنزله الصوص بتاعها، وعملت جنبها رز طبعا، وعملته معاكم اكتر من مره. هوريكم السوا بقى دلوقتي. والفراخ دايبه والله، بس هي سخنه جدا، والبطاطس مستويه اهيت، والبصل والطماطم
واخده لون الشوي الجميل والطعم التحفه. بصوا الصدر دايب يا جماعه والله، بس معلش الاكل سخن ولعه، والبطاطس دايبه وبألف هنا. لو حابه تنشفيها نشفيها في الفرن، بس احنا بنحب الصوص بتاعها. وبألف هنا وبألف هنا وشفا على قلبكم وقلبنا. وده الشكل النهائي بتاع الاكل بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبتكم الوصفه بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويا ريت يا جماعه المتابعه على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.